عسلامة ومرحبا بكم. البارح شفنا أول مباراة لحنبال المجبري دخل كأساسي في مباراة بيرني ضد وولفز. كانت بالنسبة لنا مفاجأة على خاطر مازال كي صح الكونترا متاعو. حسب معلوماتنا مالش حتى سيونس دونترينمون، صاروا دي سيونس نتاع فيزيوناج مع المدرب، معناها ديريكت حنبال المجبري يدخل في صلب الموضوع من غير مقدمات، من غير استنى تلعبش تقعد على البنك ومن بعد نشوفوا ندخلوك بشوية بشوية ديريكت تدخل يلعب. كان هذا يتوري حاجة توري انه حنا بعد باش يكون ركيزة اساسية، باش ياخذ اكثر من فرصته ومعاملين عليه على الاخر، وهذه حاجة تفرحنا. بالنسبة للتقييم للمباراة، حنا المجبري لعب الشوط الاول 45 دقيقة كاملة، صار تعويضه في بداية الشوط الثاني 45 دقيقة وين حنا ورى مستوى محترم. كان افضل ثاني لاعب في الفريق متاعو حسب موقع سوفا سكور، حصل على تقييم 6.6، احسن تقييم في فريقه كان ب 6.8. شفنا اللي معناها بط راكز كالم من غير تنرفيز، من غير كل تشنج مع الاربيتر. التدخلات متاعو كان في بلاصتها، ما فماش بعد 15 دقائق ورقة صفراء. اول معناها يبني الهجوم لازم ناخذوا في عين الاعتبار حاجتين. اول حاجة ما قلنا حنا المجبري اول مباراة ليك تدخل، لا تمارين لا تحضير لا حد شيء، فديما تبدا صعيبة بالنسبة للاعب انه يدخل في المباراة ديريكت وفي الفريق. وثاني حاجة فريق بيرلي قاعد في الأسبوع هذا صعيب عليه على الآخر. حسب المعلومات اللي عنا فريق بيرلي 11 لاعب باش يخرجوا من فريق بيرلي، معناها حاجة كبيرة بالنسبة للاعبين اللي جايين. فما 4-5 لاعبين جدد، فهذا يعمل أنه الفريق قاعد في صدد البناء. والبارح لاحظناه فماش ديزوتوماتيزم، الفريق مازال يلوش في روحه، فما أخطاء زادة في الدفاع. لكن اللي يهمنا بالنسبة لحنا المجبري تسمى تعدى أداء محترم، وكما قلت بالنسبة للمقابلة الأولى يتسمى مقابلة باهية. صحيفة لي إكسبريس قدمت زاد تقييم باهي لحنا المجبري، وقالت ورى أنه معناه يلعب بجرينتا، ما يبخلش على المريول، وهذا يثمنوا فيه. توا اللي باش يصير حنا المجبري باش يقوم تحضير مع الفريق متاعه المباراة مهمة جدا اللي هي مباراة بلاك بيرن نهار السبت. مباراة ديربي لانكشاير اللي هي منطقة فيها مدينة بيرلي ومدينة بلاك بيرن. هذا باش يكون اختبار ليه، اختبار صحيح. زالوا المباريات نعرفوا في الشامبيونشيب المباريات تصير كل قريب 3 أيام 4 أيام. المباراة الجاية باش تكون ضد بلاك بيرن، بعد فما جورني فيفا تتوقف بطولة الشامبيونشيب، المقابلة اللي بعدها ضد ليدز نهار 14 سبتمبر، فيقعد عنده برشا وقتها للتحضير مع الفريق ويخدم على التوماتيزم. نقولوا انه بداية موافقة لحنا المجبري، ونقعدوا نستناو في المباريات الجاية. قولونا كيفاه ظهر لكم المردود. اش عباد تسأل على القنوات، شنو نمدوا القنوات فين يعديوا المباريات، مدوكم بالاخبار لحظة بلحظة. عملونا لايك ونشوفوكم في فيديو جديد.